نتائج وترتيب الجولة 17 من البطولة المغربية الدرجة الثانية 2024. النادي المكناسي يحقق الفوز ويوسع فريق النقاط عن مطارديه ب6 نقاط بعد تعادل الكوكب المراكشي والدفاع الحسني الجديدي. والصراع سيستمر حتى نهاية الموسم حول الصعود إلى الدرجة الأولى من البطولة المغربية. ولكن قبل التفاصيل ما تنسوش ديروا جيم للفيديو. والآن إليكم نتائج وترتيب الجولة 17 بعد إجراء جميع المباريات. النادي المكناسي يفوز على الاتفاق المراكشي بهدف ل0. شباب المسيرة يفوز على شباب بن قرير ب3 أهداف-1. الراسينغ الرياضي ينهزم أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي بهدف ل0. الصاد المغربي يتعادل سلبيا أمام الدفاع الحسني الجديدي. أولمبيك تشيرا يفوز على أولمبيك خريبكا ب2-1. رجاء بني ملال يسحق الوداد الفاسي ب5 أهداف-0. سريع واتزم يفوز على شباب أطلس خنيفرة بهدف ل0. الكوكب المراكشي يتعادل مع الجمعية السلوية بهدف لمثله. في المركز الأول النادي المكناسي ب36 نقطة. في المركز الثاني الكوكب المراكشي ب30 نقطة. في المركز الثالث الدفاع الحسني الجديد ب30 نقطة. في المركز الرابع الصاد المغربي ب28 نقطة. في المركز الخامس الاتحاد الإسلامي الوجدي ب28 نقطة. في المركز السادس رجاء بني ملال ب25 نقطة. في المركز السابع أولمبيك خريبكا ب23 نقطة. في المركز الثامن شباب أطلس خنيفرة ب21 نقطة. في المركز التاسع شباب بن قرير ب20 نقطة. في المركز العاشر شباب المسيرة ب19 نقطة. في المركز ال11 أولمبيك تشيرا ب18 نقطة. في المركز 12 الوداد الفاسي ب18 نقطة. في المركز 13 سريع واتزم ب17 نقطة. في المركز 14 الاتفاق المراكشي ب15 نقطة. في المركز 15 راسينغ البيضاوي ب13 نقطة. في المركز 16 الجمعية السلوية ب13 نقطة.